يسعد أوقاتكم. بتمنى الكل يكون بخير. ما بعرف أنا لوين رح يوصل هيدا الفيديو، ولكن أنا عندي موضوع وحابة أتناقش أنا وأنتو فيه. تمام، هلأ من خلال خبرتي ومن خلال تجاربي وخلال مراحل العمل يلي مريت فيها أنا بحياتي مسيرتي المهنية، طبعا كلياتنا بنكون تعرضنا لعدة مواقف قبل ما نحس الوظيفة، وواجهنا كتير صعاب لحتى حصلنا وظيفة. تمام، طيب مين من الأشخاص عانى بموضوع إنه تم يدور على كتير وظائف وكتير فرص ولحد الآن عم يدور وما كان يحصل فرصة عمل؟ طيب خليني أسأل سؤال، هل هذا الأمر صار معك أو لا؟ طبعا اجتك دعوة لمقابلة ما بأي شركة كانت، بغض النظر عن طبيعة العمل بالشركة أو الشركة، ولكن أنت قدمت سيفيتك عن شركة معينة وتم حصولك على موعد للمقابلة مع مسؤول التوظيف أو ال HR recruitment. تمام، بعد ما أنت رحت على المقابلة، طبعا أنت قبل بيوم أو قبل ما بعرف ايمت أنت ممكن حتحصل الانفيتيشن، ولكن أنت لما حصلتها قبل بأسبوع، قبل بيومين، قبل بيوم، قبل بساعة، مهم anyway أنت كان عندك كتير توقعات على أنه أنت حتنسأل أسئلة بما يخص طبيعة العمل داخل المنظمة اللي أنت رايح تعمل مع الانترفيو، أو بما يخص أنت مهاراتك وخبراتك المهنية. ولكن أنت بتتفاجأ لما بتروح على الانترفيو تطلع على الأسئلة أبداً ما لها أي علاقة بموضوع البوزيشن اللي أنت مقدم له، بغض النظر عن المستوى البوزيشن اللي أنت رايح عمل جهدك، لأنك أنت تطلع من المقابلة بعدها حتاخد أنت أبروفت على البوزيشن، أنت حتتوظف، يعني حتحصل على الوظيفة، حتحصل على الوظيفة. الأسئلة هي بتكون كالآتي: ليه بدك تترك شغلك؟ قد ايه الراتب المتوقع اللي انت حاطه ببالك؟ وطبعا اكيد كلياتنا بنسعى للافضل دائما، اكيد قولا واحدا، بغض النظر عن السبب الحقيقي اللي انت خلاك تطلع من شغلك او تدور انت على شغل تاني، حتى لو كان بنفس البوزيشن، بنفس السالري، حتى بنفس المكان اللي انت فيه. بغض النظر ما عندنا اي خلاف على هذا الموضوع، ولكن الانسان دائما بيطمح. ممكن يكون في سبب حقيقي هو سبب خلاف بينك وبين انت مديرك المباشر، بس ما بتقدر انت تعطي هذا السبب للشركة اللي انت بدك مقدم عليها فرصة عمل، ممكن ياخذوا انطباع. وفعلا بعد ما انت بتجاوب على الاسئلة اللي هن سألوك اياها، بياخذوا قرار خلال دقائق، ما بيكون بناء على كفاءتك، ولا بيكون بناء على خبراتك، ولا حتى على ادائك، ولا حتى على السيكولوجي تبعيتك انت. بياخدوا قرار بناء على انطباع سريع، وبيكون جوابهم اكيد بنهاية الانترفيو انه رح نتواصل معك، وما بيتواصلوا ابدا ولا بيعملوا ابديت. خلص انت بتهمل، سيرتك الذاتية بتهمل، بتتم انت موعود او على امل انه هن يتصلوا فيك. طيب انا نصيحتي، طبعا انت كمرشح خسارتك الوحيدة هي ضياع للوقت أو حتى استنزاف لطاقتك الداخلية. أنت يعني حتى لما بتروح بتكون أنت جواتك يأسان أصلاً إنه حيكون في، من كتر ما أنت عامل انترفيوهات سابقاً وجايتك رفض عليهم، مع الرغم إنك أنت قادر تكون كتير بروفيشنال بهذا البوزيشن، كتير حتقدم من خبراتك، من جهدك، من وقتك، حتعطي كتير وحتنتج بداخل المنظمة، ولكن هذا إهدار لوقتك، هذا إهدار لحتى استنزاف لطاقتك، بس ترجع للشركة ضرر أكبر. ليه؟ لأنه مسؤول التوظيف شوه سمعة المؤسسة بشكل مباشر، دايركت شوه سمعة المؤسسة بغير ما ينتبه هو، لأنه بالنهاية التوظيف ما له قرار شخصي، هو مسؤولية. وأي منظمة أو أي مؤسسة لازم تدرك هذا الشيء، لأنه هي حتدفع الثمن إن كان بالوقت الحالي أو بالمستقبل. إذا كنتوا أنتوا كتير عانيتوا بهذا الموضوع خبروني عن تجاربكم،
ممكن نوصل لحلول واقعية عملية بتساعدني أنا قبل وبتساعدكم أنتوا لتوصلوا للشيء اللي أنتوا بدكم إياه، حتى تقدروا تحصلوا على وظيفة. شكرا كتير لوقتكم.